البطل؟ ايه انت شغال مع الصفطاوي بيه دلوقتي؟ لا شغال يا عمده، انا شريك. شريك؟ شريك كيف يعني؟ بالعقود والقانون. فاكر لما قلت لك لو الايام اتبدلت كان زمان انا السيد والكل توابع؟ شكلها هتحصل. وبالمره عاوز اقول لك ان انا اسمي الحقيقي مش فهد البطل، ده اسم كده الحكومه اختارته لي. انا اسمي رفعت حماد الجرحي. جنيت في عقلك ياك، انت بتقول ايه؟ انا عارف ان ودنك كارهه تسمعها وعقلك رافض يترجمها، بس انا ابن اخوك حماد الجرحي. ما عملتش حسابك ان الايام والسنين هتلف وهتحصد اللي زرعته بايديك وانت واقف على رجلك وبصحتك يا غلاب. اسم العمده غلاب يا عاد، العمده غلاب. واحفظ لسانك واحفظ قلبك احسن لك. فاكرني عبيط ولا بلياك؟ هصدق الكلام اللي بتقوله؟ هو اي حد هيجي يقول لي انا ولد اخوك هصدقه؟ لا، انا اخويا حماد مات الله يرحمه، وعياله كمان ماتوا. لا عايشين، عايشين يا عمي. انا زينب اللي حرمتها من ابوها وامها من وهي عيله صغيره. هي دي حكمه ربك. عملت كل اللي عملته، اراد ربك انه ينجينا وتلف الايام وتدور ونرجع من تاني ونقف قصادك هنا عشان ارجع واخد حقي. واول الكلام هرجع لاهل البلد الارض اللي انت خدتها منهم بالغصب وبتمن بخس. وانت فتوة الغلابه البطل اللي هيرجع لهم حقوقهم، بس ما قلتليش هترجعها لهم كيف؟ هتوصبني؟ فهد دلوقتي يملك نص ارضك بالوعود اللي انت مضيت عليها بايديك. يا بوي كل اللفه دي حاج بكر، وعقود وورق وفلوس، كل ده عشان ترجع الارض لاهل البلد؟ وماله يا سيفات، رجعها لهم. بس انا هعاود واشتريها تاني منهم. ما انا نسيت اقول لك، انا بعت الارض لشريكك بكد ثمنها 4 مرات، يعني برضك هطلع كسبان. ما دي المفاجاه بقى اللي انا نسيت اقول لك عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، الفلوس اللي انت بتتكلم عنها دي بقت بتاعتي. ما هو مفيش حد برضك يا عمده دلوقتي يعني بيخبي الفلوس في الدولاب، ورجالتك الله اكبر عليهم بقى عندهم استعداد يبيعوك برخص التراب. طب بتقول ايه؟ ايه يا عمده اللي بيحصل هنا؟ ولا حاجه يا سعاده الباشا. والناس دي كلها متجمعه ليه كده؟ كل خير يا احمد بيه، اصل احنا عندنا حفله على الضيق كده بمناسبه الشركه الجديده. والست عجيبه فين؟ ايه لسه ما ظهرتش؟ والله يا بيه لحد دلوقتي ما عرفناش عنها حاجه. البركه في سعادتك. انا اقول لك بقى يا عمده، احنا لقينا بصمات الست عجيبه في المكان اللي اتقتل فيه عبود. يعني هي دلوقتي متهمه بقتله، مش الست وفاء الله يرحمها. وجايز يكون ده له علاقه باختفائها النهارده. طب يعني يا بيه يلا بينا دلوقتي يا ولدي، احنا كده عملنا كل اللي احنا عاوزينه، والباقي ليه روجه بشويشه.